السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا ريت تطول معايا بالك شوية ويكون صدرك رحب، إن أنا عايز أكلمك في موضوع الحشيش. الحجيج الحشيش الحجاج يعني. يعني إيه النبتة اللي هي زهرة الخشخاش اللي هي بتنبت في سيناء، بيطلعوا منها الأفيون ويطلعوا منها زيت الحشيش دوت اللي بيتكيفوا منه الناس. الحشيش. أيوه. إيه أنت تشتغل في الحشيش ولا إيه؟ لا أنا مش بشتغل فيه، أنا بتكيف منه، وأنا راجل مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالكتاب وبالرسل وبالأنبياء وكل حاجة كتبها ربنا إن إحنا نؤمن بيها، أنا مؤمن بيها. لكنك حشاش. بس عيب عندي لكن عيب عندي بيقول عليه الناس إن ده أنا كده معيوب إن أنا بشرب حشيش. يعني هل اللي يشرب حشيش عندك مش معيوب؟ أنا من وجهة نظري غير معيوب. ليه بقى؟ لأن أنا اتكيفت منه واتبسطت في حالة إن أنا انسجمت واتونست بيه، وفي نفس الوقت يعني إيه زاد وعي وأنا قاعد يعني إيه براجع أي أمر معين على اليوتيوب أو أي شيء أو أي محاضرة، بيبقى عندي وعي يعني فائق زيادة عن اللزوم وقدرة على التفكر عندي، يعني بيفيدني. لو هو مفيد يعني احنا تعالى نتكلم في نقطة، لو هو مفيد هنحلله ولا هنحرمه؟ لأن مفيش نص حر بيه من الكتاب والسنة. في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حديث مفاده أن الخمر أي شيء يسكر يحرم. أي شيء يسكر. أي شيء. نعم أنا معاك في كده يا فندم يا سيادة الشيخ. أيوة. أنا مع حضرتك في كده، بس أنا دلوقتي أنا بشربه ما بسكرش، أنا ما بسكرش. أنا جربت السكر وربنا تاب عليا منه وعمري ما بحطه في بقي ووصلت ل7 سنين الحمد لله. عفوا السكر اللي أنت جربته، عفوا إيه السكر اللي أنت جربته؟ السكر اللي هو الخمر. أيوه. طيب الحشيش ده فيه ضرر؟ في ضرر ولا ما فيه ضرر؟ انا لغايتين الان بشرب منه والحمد لله، عمري ما اتضررت منه وبستفيد منه كشخص. انا ما بقولش على الشباب الصغير ان هو يشرب ويروح يشرب حشيش ويشرب حاجات مكيفات من المصطنعه. ثم دلوقتي الغرب صنع لنا يا شيخ مكيفات تتوه الناس وتضلهم عن الطريق المستقيم. أيوة. مش الحشيش خالص، الحشيش حاجة والمكيفات اللي اتصنعت دلوقتي تضل الناس حاجة. في ناس كبيرة عاقلة بتشرب حشيش وعاقلة بيعيبوها ان هم بيشربوا وما بياخدوش على كلامهم، بيقولوا لا ده ناس مساطيل ما كلامهم ما يتاخدش بيه، مع ان ناس عاقلة جدا. اتفضل. صبرا يعني انت شايف ان الحشيش لا يسكر ولا يضر؟ لا يسكر ولا يضر بالنسبة لي، بس هو بالنسبة للعامية لا يسكر. هو يسطل ممكن انما لا يسكر. طب ما المسطول برضه ما ينفعش تنسطل. لا السطل ده يا شيخ انا لو ركبت في عربية ميكروباص وفتحت الشباك وطليت من الشباك وضربت فيها شوية هوا هيسطلني. هو ده السطل اللي احنا بنعمله، حاجة بتبقى في طبقة بيني وبين المخ ماشي في دماغي، الطبقة دي محسساني بالانسجام، مش خمار. اصل الخمر حرمه ربنا ليه؟ لانه يخمر على عقل البني ادم، صح ولا غلط؟ ان كان في علم يعني انه في كلامي ان هو في علم بشيء، هو يخمر على عقل البني ادم. بس حاسب بس عشان انت وسعت الدنيا خالص، يعني ممكن تتفضل عليا بالمكالمة على الهاتف الخاص، عشان كده انت فضحت الدنيا خالص، فضحت نفسك. انا ما فضحتش نفسي، انا لغايتين الان انا في وسط العامية هنا
يعني ايه بيشوفوني ان شربت سجارة بيجي يلوموني، اقول لهم لا انا شايف ان ربنا حل لنا طيبات الارض، حل الله لكم طيبات الارض كلها، ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ده ما فيهوش خطوات للشيطان، ده انا بقعد اسمع محاضرة بستوعبها. انا بس عايز اقول ما نقولش عن الناس معيوبين اللي بيشربوا حشيش، لان الحشيش مش زي الحاجات اللي هي اللي طالعه جديد دي استغفر بتسكر الله يا واتوب شيخ. اليه. الحاجات اللي طالعه جديد الاستروكس مش الهيدرو، الاستروكس والشادو والبودره والحاجات دي، الحاجات دي ادمان وبتسكر العقل، انا معاك في كده، بس الحشيش ما بيسكرش والناس بيعيبوا الناس. فنصيحة لوجه الله، يعني أنا مش قصدي غير خير، محدش يعني إيه ياخد الناس بالظواهر. طيب يا أخي الكريم، إن كنت أنت لا تسكر بالحشيش فهناك من يسكر به، والعبرة بالسواد الأعظم المستعملين. إن كنت أنت لا تضر به هناك من يضر به، وهو السواد الأعظم، فيه ضرر وفيه إسكار لعدد كبير من الناس. ونحن نبني على غالب أحال الناس المستعملين للمادة، غالب الأحوال. أما إذا يعني كنت أنت مستثنى مثلا استفسار صغير، طيب مش هطول على سنجيبك. حضرتك، ها استفسار صغير. ها انا دلوقتي لما كلمت شيخ وقعدت اتكلم معاه، وصلني في الاخر ان انا بعمل كبيره، قلت له يا شيخ انا طالما كده بعمل كبيره يبقى انا وصلت للشرك بالله والعياذ بالله. لا 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 لا، لو انا استمريت على الكبيره دي بس يبقى انا كده، انت كده. عفوا، مم. كلمنا على الهاتف الخاص بناء للحكم الآن على أنه يسكر أقواما كثيرين، وعلى أنه مضر، ولم يضر في الحال فضرره على المدى البعيد. وانعقد إجماع علماء الإسلام على أن الحشيش محرمة، محرم بيعه ومحرم تداوله. فأريد أن أفصل لك أكثر على الهاتف الخاص إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم، شكرا. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تسمع لي ان انا اسجل المكالمه؟ تسجل، اتفضل. طب لحظه. اتفضل. يا شيخ، انا واصدقاء ليا كنا هنفتح مشروع، تمام؟ هم. ايه؟ اتفضل. لا، كنا انا واصدقاء ليا هنفتح مشروع. فالمشروع ده عباره عن ان احنا نجيب كورسات على مواقع اجنبيه، امريكيه او حاجه زي كده، نحملها ونحط الكورسات دي على فلاشات ونبيعها. فالفكره هنا ان الكورسات دي بفلوس، احنا بنجيبها بطريقه رسميه، يعني ان احنا بنقدم دعم ان احنا كطلبه بناخد الكورسات دي ببلاش. طيب، فما الحكم بقى في النقطه دي، ان احنا ناخد الكورسات دي ببلاش اللي هي مسموح لنا ان احنا نبيعها وهي عليها حقوق نشر؟ دولة محاربة أو دولة مسلمة؟ امريكا مثلا. أنت إيه رأيك في الأمريكان؟ ايه إيه رأيك فيهم، محاربين ولا مسلمين؟ اللي تشوف، أنت شايف إيه أنت يعني؟ اللي انت تشوف. كلمنا على الهاتف الخاص.